فنزويلا بتكون أمام حرب قاسية، وأرى الفوضى والخراب يعم فنزويلا، والرئيس الفنزويلي مادورو أراه تحت دائرة التهديد والخطر، وأراه خارج السلطة. رئيس فنزويلا تم اعتقاله من قبل أمريكا، بس كيف رئيس دولة يتم اعتقاله بهالسرعة هاي؟ وين الجيش؟ وين الحماية؟ وين الدولة؟ فنزويلا تمتلك أجود أنواع النفط بالعالم، بس حجة أمريكا كانت هي القضاء على تجارة المخدرات. ومرة أخرى أرى الأجواء الرياضية بتشتعل بالفرحة من جديد في شوارع المغرب، وذلك لأنني أرى أن حظوظ المغرب الرياضية ستكون حليفا رياضيا بارزا لها، وخاصة بالمونديال 2026. هيدا خبر حلو. مع كل التوفيق لفريق المغرب بالحدث الرياضي للمرة الثانية والثالثة والرابعة حتى نهتف ديما المغرب، ديما المغرب. كل شيء كيهضر على ليلى عبد اللطيف سيدة التوقعات اللي مبرزة العالم العربي. واش هاد السيدة بصح كنشوف المستقبل ولا عندها الحاسة السادسة ولا هادشي غير خطة مدروسة وذكاء تسويقي كتلعب به بعقول ديال الناس؟ اليوم غنجبدو الارشيف صراحة واحد شوية ونشوفو شحال من كذبة قالتها وما صدقتش، وشحال من حاجة جابتها لاصقة غير صدفة. ليلى عبد اللطيف كتقول بلي عندها الحاسة السادسة او الالهام، ولكن الا ركزتي معايا غير شوية غتلقاها كتقول كلام عام، يعني يقدر يوقع في اي وقت وفي اي بلاصه وفي اي مكان. المهم كتهضر على كوارث طبيعيه، حروب، اغتيالات، فضائح، الشيء فعلا كيوقع في العالم يوميا. فاش كتقول راه كاين انفجار هنا راه غيوقع هنا، راه كتشوف بلي ان دراسات كتوقع في العالم يوميا وفعلا راه غيوقع انفجار. راه في العالم فيه الصراعات ضروري غيوقع انفجار في شي قنت. هي كترمي بزاف ديال السنارات كما كنقولوا بالمغربي السنارات واللي وحلت فيها الحوته، راه كتقول انا اللي قلتها، كتقول انا توقعتها من قبل. شوف معايا مثلا واحد النهار قالت بلي الحرب العالميه الثالثه غتوقع في 2023 وهي كتقول هاد العام غتوقع، وحاليا وصلنا ل 2026 وباقي والو. علاش؟ حيت كتعطي ضبابيه في الصوره، ما كتعطيش تاريخ مضبوط، ما كتعطيش تاريخ صحيح باش نهار يوقع شي بلان صحيح اللي قالتو اصلا كتخرج كتقول لهم انا قلتها في الاول، يعني كتسمى توقعاتها. بزاف الناس كيسولوا علاش كيفاش عرفت الطلاق ديال ياسمين عبد العزيز ولا السقوط ديال طائره الرئيس الايراني اللي وقعت مؤخرا. الجواب سهل المعلم. اللي عبد اللطيف كتقرا التقارير السياسيه، عندها ناس ديالها كيحلوا ليها الاحداث دغيا خدامين معاها. طائرات الرئيس الايراني كما شفنا راه قديمه بزاف، يعني الجو كان خايب ديال بصح ديك الساعه كان احتمال الحادث كان كبير بزاف. اما التلق في الوسط الفني راه هذيك هي خدمتهم، كاين بزاف د المشاكل بطبيعه الحال غيوقع تلق في الاخر. المهم هي كترمي 100 توقع على صدق واحد كدير عليه روينه وتنسيك في دوك 99 غلطه اللي غلطات فيهم. عقلتهم فاش قلعت العالم عاوتاني قالت لهم باللي غيجي واحد الفيروس كفس من كورونا وغيسد العالم كامل، غيسد المدن، موقع والو. احنا عايشين بخير الحمد لله. هي كتركز على مواضيع كتمس العاطفه والترند في ديك الوقيته، بحال فاش كتمجد المغرب ولا السعوديه حيت عارفه غتجمع الملايين ديال المشاهدات من هاد التوقعات. ليلى عبد اللطيف ما هي الا وحده كتطلق الاشاعات الذكيه وظاهره اعلاميه كتربح فلوس من الفضول ديال الناس، كتلعب بعقول ديال البشر بكلمات عامه بحال انفجار كما قلنا، فيروس، قتل، خوف، المهم انتصارات، اي حاجه هاد الكلمات كتعطف بنادم. هاد الكلمات ممكن تقولهم على اي حدث في اي بلاد، كتقول 100 وكتزقوا 4، حيت معروف باللي العلم عند الله تعالى وحده وما كاين لا الهام لا حاسه سادسه. السلام عليكم. المهم ما تنساوش الدري ديروا داك لايك والشير لايك هو لايك الدري. الله يرحم بكم وشكرا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.